الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام غزل المحلة على ملعبه وأمام جماهيره بقيادة الكابتن علاء عبد العال. علاء عبد العال يحصل على العلامة الكاملة 4 تعادلات من 4 مباريات. خوسيه روبيرو أكيد توقع أداء المحلة الدفاعي. الأهلي بيعتمد على الأطراف بشكل كبير، والجملة المحفوظة عند خوسيه روبيرو وهي تقدم اللاعب محمد علي بن رمضان على منطقة جزاء الخصم عشان يعمل زيادة عددية. غزل المحلة قابل ده بإنه قفل الأطراف تماما عن النادي الأهلي، كان دايما بيعتمد على زيادة عددية من لعيب الدفاع قدام أطراف النادي الأهلي، وده ما كانش بيسمح لأي لعب أو خلق فرص أو عرضيات من جانب النادي الأهلي. لاحظ هنا قبل ما الكرة توصل عند الجنب اليمين في 3 من لاعبي غزل المحلة قافلين الجنب اليمين تماما. نفس الكلام في الناحية التانية الطرف الشمال للنادي الأهلي عند اللاعب أشرف بن شرقي. الجانب الآخر أثناء امتلاك المحلة للكرة الأهلي كان بيطبق الضغط العالي على دفاع المحلة. وجود 4 لاعيبة من النادي الأهلي بيضغطوا على دفاع غزل المحلة، كان بيلعب بدفاع متقدم عشان يقفل أي مساحات على لاعيبة نص غزل المحلة ويمنع أي محاولة لتحضير الهجمة، وبالتالي كان بيجبرهم على لعب الكرة الطويلة. الأهلي نجح في إنه يمنع أي خطورة أو أي فاعلية هجومية يشكلها نادي غزل المحلة. وسيلة جديدة قرر يعتمد عليها خوسيه روبيرو، وهي نزول المهاجم نص الملعب عشان يستقبل اللعب ويشارك في التحضير لبناء الهجمة. وده لأن نزول المهاجم الغير مراقب اللي هو جراديشار هيعمل زيادة عددية في نص الملعب، وبالتالي هيكون في إريحية لاستلام الكرة. ولكن المشكلة في بعد كده جراديشار أول ما يستلم ويلف وشه ويتجه لمرمى المحلة ما كانش بيلاقي أي فرصة لعب أو أي مساحة باص لتكملة الهجمة، وده بسبب الرقابة اللصيقة مان تو مان من لاعبي المحلة على عناصر هجوم النادي الأهلي، وكمان إغلاق المساحات تماما بسبب التكتل الدفاعي نادي غزل المحلة. أضف إلى ذلك إن أصلا جراديشار ما عندوش موهبة بناء اللعب، ما عندوش موهبة الصناعة أو الرؤية إن هو يدي باصات تساعد في خلق فرص أو هجمات للاعبي النادي الأهلي. خوسيه روبيرو قام بتوظيف جراديشار في دور هو أصلا لا يجيده، ما عندوش الموهبة إن هو يقوم بالدور ده. هنا جراديشار ماشي وحاطط وشه في الأرض، الكرة لاحت بالغلط لتريزيجيه، لكن جراديشار عمره ما هيفكر يرفع عينه أو يدي باص أسيست لأي لاعب من لاعبي النادي الأهلي. هنا بنشوف تغيير النادي الأهلي بخروج عمر كمال ونزول أحمد حسن كوكا عشان يلعب باك شمال، وينتقل اللاعب كريم فؤاد لمركز الباك اليمين. هنا بنشوف جملة محفوظة بيكررها خوسيه روبيرو، وهي إن الباك يضم قلب الملعب عشان يساعد في بناء الهجمة ويعمل زيادة عددية. الأهلي فعلا نجح في السيطرة على نص الملعب وتشكيل عدد كبير من الهجمات من عمق الملعب، ولكن النادي الأهلي افتقد الفاعلية في التلت الأخير بسبب عدم تركيز وعدم انسجام من لاعبي الخط الهجومي للنادي الأهلي. شوف معايا هنا اللقطة دي في الكورنر، أنا عايز أعرف لعيبة الأهلي بتعمل إيه أو ناويين على إيه أصلا. هنا المفروض الباك بيجري والمفروض الكرة تتلعب له في المساحة، لا بن شرقي قرر يغير رأيه ويشتغل فردي، والباك وقف مرة واحدة في تخبط وعدم انسجام كبير في هجوم النادي الأهلي، ودي بالتأكيد مسؤولية مدرب. هنا الباص السيء 70 أو 80% من هجمات النادي الأهلي كانت بتضيع بالشكل ده، بالإضافة لجيم المحلة الكبير دفاعيا. روبيرو حاول يصلح ده بإنه دفع بحسين الشحات وطاهر. في النهاية الأهلي أضاع عدد كبير من الفرص والمحلة عمل جيم دفاعي كبير. الأهلي كان ليه كورتين في العارضة، فأنا شايف إن نتيجة المباراة مستحقة للفرقتين. الأهلي ما كانش في أحسن حالاته وضيع فرص كتير. المحلة فريق عنيد على ملعبه، وعلاء عبد العال عمل جيم دفاعي كبير. على رأي الكابتن وكل قفشة الخوف على اللي جاي مش المشكلة على اللي هتبقى بعد في اللي كده. جاي، واللي هو مباراة بيراميدز. حصل أي تعثر أو أي نتيجة غير الفوز الأهلي هيبعد عن صدارة الدوري، وفارق النقط اللي أنت بتخسره دلوقتي تحتاج مجهود كبير عشان تعوضه طول مشوارك في الدوري. بالإضافة إن دفاع النادي الأهلي مهزوز ويتخاف عليه، وبيراميدز هتكون أول فريق هيقدم لك اختبار هجومي قدام دفاعك ده.
مباراة بيراميدز هتبقى نقطة تحول للنادي الأهلي. لو قدرنا إن شاء الله نحقق الفوز دي ممكن تكون انطلاقة للفريق ده وانطلاقة لخسير بيرو، لكن لو أي نتيجة سلبية ربنا يستر إيه اللي هيحصل بعد كده في الدوري.